قصة ريا وسكينة. قصة أرعبت جميع النساء ليس في مصر فقط بل خارج مصر أيضا، وهي من أغرب القصص لامرأتين غريبتي الأطوار تقطنان في الإسكندرية هروبا من كفر الزيات لكثرة الشبهات حولهما. تدعى الأولى ريا والثانية سكينة. كانت أحداث هذه الوقائع في العشرينات، حيث كان عملهما هو قتل النساء بعد تخديرهن، ثم سرقة مصاغهم ودفنهم في أرض البيت الذي يقطنون به. وأول الضحايا هي زينب أبو الليل، وعمرها 25 عاما، حيث كان هذا أول بلاغ تقدمت به زينب والدة نضلة، حيث كانت في زيارة لها ولم تراها، وذكرت أنها عرفت أنها كانت في زيارة لامرأتين هما ريا وسكينة. وتبعهما بلاغ آخر من محمود مرسي عن أخته زنوبة، وأيضا ذكر اسم ريا وسكينة في البلاغ، فحامت الشكوك حولهما. ثم بعدها تقدمت فتاة عمرها 15 عاما بالبلاغ عن غياب والدتها زنوبة، وذكرت أيضا في البلاغ سكينة. وتلاها بلاغ من حسن الشناوي عن اختفاء زوجته نبوية. وأصبحت الإسكندرية في سيرة خطف النساء. وبعد فترة قصيرة قدم محمد أحمد رمضان بلاغا عن اختفاء زوجته فاطمة البالغة من العمر 50 عاما. وهنا ذكر هذا الرجل أن زوجته معها مصاغ ذهب أصلي. عندها لاحظ محافظ الإسكندرية أن وراء خطف هذه النساء سرقة الذهب الذي بحوزتهم، وأصبحت البلاغات تتوالى وخطف النساء يزيد. وبلاغ آخر من تاجر سوري لفقدان ابنته عمرها 18 عاما، ثم بلاغ من امرأة سودانية عن فقدان ابنتها فردوس وتملك مصاغ ذهبي كبير. وكان في كل بلاغ يذكر اسم ريا وسكينة. ثم قام مأمور القسم باستدعاء سكينة للمرة الثانية، ولم يثبت عليها أي دليل. وكانت الشارة إلى هذه الجرائم كلها هو البلاغ من عسكري أثناء دوريته لعثوره على جثة امرأة في الشارع، ووجود عظامها وشعرها وطرحة بيضاء، وبدأوا بالتحري. وفي نفس الوقت تلقى القسم أيضا بلاغ من رجل يحفر ليعمل تمديدات في بيته عن وجود عظام امرأة، ولشدة الخبر أخذ يسأل عن صاحب البيت، وقد تبين أنه لرجل يدعى محمد السمني، وهذا الأخير يؤجر البيوت لحسابه الخاص. وعند التحري تبين أن ريا وسكينة قد أقامتا في هذا البيت، وبالتحديد سكينة، حيث طردت من البيت لظهور المالك الأصلي للبيت، وكانت قد عملت المستحيل لتعود إلى هذا البيت، ولكن الجيران ضاقوا من تصرفاتها ومن سلوكها، والرجال الذين يترددون عليها مع نساء مشبوهات. عندها بدأ تفكير ضابط القسم بالتحقيق لظهور هذه الأدلة القوية، وذهب للحجرة التي كانت تسكن بها ريا وبدأ الحفر. عندها فوجئت ريا بوجود ختم حسب الله زوجها، وأصابها الذعر حين سألها الضابط عن هذا الختم، فارتبكت وقالت إن هذا ختم زوجها، ولكن كان هناك رجلان هما عرابي وعبد الرازق تعرفت عليهم من 3 سنوات عن طريق زوجها، ولكن زوجها يكرههم لأنه يشك بوجود علاقة بينه وبين زوجته، وأنهم كانوا يأخذون الحجرة ويحضرون نساء معهم. واستدعى كل من عرابي وعبد الرازق والتحقيق معهم. وعند الكشف عن الجثث فكانت لفردوس وزنوبة وأمينة. وعند الكشف عن البيوت التي كانت تسكنها ريا وسكينة تبين وجود باقي الجثث، ووصل عددها إلى 17 جثند. وعند الاعتراف بالجرائم قام عبد العال زوج سكينة وقال ما لديه، وأنه كان في ظروف قاسية، وفرض عليه الزواج من أرملة أخيه سكينة، ولم يرفض، وتبين أنه تزوج أكبر سفاحة. واعترفت سكينة أنها فتحت بيت هوى، وكانت تستدرج النساء بالكلام المعسول إلى بيتها، وتسقيهم هي وأختها خمرا مسكرة. ويقوم عبد العال بقتلهم ثم سرقة مصاغهم، ويتولى عرابي وعبد الرازق عملية الدفن. وأصبح كل منهم يعترف عن الآخر حتى اكتمل التحقيق. وكان المجرمون الأساسيون هم سكينة وريا وعبد العال وحسب الله وعرابي وعبد الرازق. وكان لهم الإعدام في تاريخ 22 ديسمبر 1921، كما كان السجن للصائغ الذي كان يشتري الذهب منهم. ومع إعدام أكبر سفاحين في الإسكندرية أقفلت هذه القضية، وأقفلت معها الجرائم الأكثر بشاعة، ولكن لم ينتهي الرعب الذي تسببت فيه، وحتى وقت طويل والأهالي يهابون من السكان قرب هذه المنازل التي وجدت فيها الجثث، حتى تم ردمها جميعها
ولكن لم ينتهي الرعب.